السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل كل حاجة طبعا بنعتذر وما عندناش حاجة نقولها في الموضوع ده كتير الصراحة. خسارة غير متوقعة لمنتخب مصر، ولكن واضح ان اللعيبة تعرضت لضغوطات، وللأسف الإعلام المصري نفسه هو اللي حط اللعيبة تحت ضغط النهارده، واللعيبة واضح جدا إن هم محطوطين تحت ضغط بسبب مباراة موريتانيا. لأن الإعلام المصري طول الأسبوع بيتكلم لازم نفوز عشان موريتانيا، لازم نفوز عشان موريتانيا، ما ينفعش نخسر عشان موريتانيا، إن شاء الله نفوز عشان موريتانيا. فاللعيبة دخلت النهارده، وده المفروض كان دور الكابتن حسام حسن يخلي لعيبته تهدى النهارده، لأن واضح حتى الميس باص كتير، تعرف ان منتخب مصر متوتر. النهارده كان في ميس باص كتير، تسرع في انهاء الهجمه كتير. بتلاعب فريق بوتسوانا جاي بيلعب على النقطه، ما هو بوتسوانا عايز نقطه، لو خد النقطه خلاص ما يهموش نتيجه لقاء موريتانيا. فانا بعتذر للاخوه في موريتانيا دي، اعتقد ان ما فيش حاجه اسمها مصر خذلت موريتانيا، لان اللعيبه حاولت، ولكن اللعيبه النهارده ما كانتش في تركيزها بسبب ان هم عايزين يعملوا حاجه لموريتانيا، فاتقلبت حطوا تحت ضغط. لان النهارده انهاء الهجمات بشكل ساذج، تسرع في انهاء الهجمات، ميس باص كتير. يمكن اقدر اقول ان هم استسهلوا مباراه بوتسوانا، فكروا ان هم هيفوزوا على بوتسوانا. النتيجه الثانيه برضو منتخب موريتانيا جاب جون في نهايه الشوط الاول، فموريتانيا فايزه. طب احنا متعادلين، عايزين نجيب الجون. كل ده اتقلب ضد مصر النهارده، وخدت بوتسوانا للأسف النقطة اللي كانت عايزاها. ومنتخب مصر فشل في اليوم في خدمة منتخب موريتانيا للتأهل إلى كأس المغرب. ولكن بكل وضوح وبكل أمانة مش هحط اللوم كله على منتخب مصر. أنا كنت عايز أول واحد طلعت هنا في القناة وإحنا كنا يعني إحنا برضو استسهلنا، يعني ما عشان نكون واضحين برضو، مش عايز اجيب الكلام في الاعلام وانسى نفسي. انا طلعت قلت هنا على الهوا يا كابتن يا اميري عبده هنفوز لك على بوتسوانا، على اساس يعني ان المباراه في مصر واللعيبه. ولكن المباراه غريبه النهارده، احباط من بعض واحباط. حتى انا يمكن انا واضح عليا، حتى والله العظيم انا طلعت اتكلم بالعافيه يعني، بس انا حبيت اقول هارد لك للاخوه في موريتانيا. الناس دي انا بحبها جدا، الناس دي اللي عمرها ما ظهرت ليا وشين هنا على القناه، عمرها ما ظهرت ليا وشين خالص. يعني مثلا ما ضحكتش في وشك مره، ولما جيت مثلا تنتقدهم مره زعلوا منك ولا شتموك ومشوا. الوحيدين بصراحه اللي هنا اللي ما ظهروش بوشين خالص، رغم ان انا عندي ما شاء الله يعني جمهور كتير، وعندي ناس ممتازه كتير، وعندي ناس بيحبوني كتير وما بيظهروش بوشين ولا حاجه. ولكن في ناس للاسف، بعض الناس هنا في القناه ليها وش تاني بيظهر وقت الجد، بيظهر ويطلع لك بقى الوش ايه، مش وش الضحك. انا الناس دي عمرها ما ظهرت لي وشين. الجمهور الوحيد من موريتانيا اللي هو ما ظهرش ليا وشين لحد دلوقتي. بعتذر بنعتذر احنا كمصريين للي حصل اليوم. هي في الاول وفي الاخر هي مباراة في كرة القدم. زي ما قلت لحضراتكم، المباراة بتاعت منتخب مصر النهارده واضح ان منتخب مصر متأثر ان هو عايز يعمل حاجة، فاتقلب عليه الوضع. النهارده ما كانش فيه تركيز خالص، كان بيلعب تريزيجيه، كان بيلعب مرموش، يعني ما فيش تغزل ولا حاجة، ولا حتى تشكيلة مش أساسية، ده لعيبة أساسية. واللعيبه كان بيتسرعوا حتى بعد الهدف اللي جه فيهم في بتاع بوتسوانا في الاول، اللعيبه بدات تتسرع عشان تجيب الكوره، وحاولنا وفي محاولات كانت كتير وشوط من بعيد، بس ما ربنا ما اكرمش. يمكن ربنا شايل لمنتخب موريتانيا خير في المستقبل. قبل ما اختم بالموضوع بتاع الكابتن قيس اليعقوبي المدرب التونسي اللي قال النهارده تصريحات مثيره للجدل، ببارك للمنتخب السوداني ايضا امبارح عشان ما تكلمناش عليه بسبب ظروف العمل. ببارك طبعا للمنتخب السوداني امبارح النقطة اللي كان عايزها من ماتش انجولا وخدها الحمد لله. ولكن منتخب السودان قدم مباراة كويسة امبارح، وكان يعني في المباراة شفت ملخص المباراة حوالي 3 أهداف محققة أو 4 فرص محققة للمنتخب السوداني كان ممكن يسجل منها. منتخب السودان زي ما قلت لحضراتكم يمكن هي المباراة الأخيرة اللي هي قبل الأخيرة اللي هي كانت قبل دي اللي خسر فيها 4-0 من النيجر، دي كانت مباراة غريبة جدا. ولكن واضح ان المنتخب السوداني يعني نسى هذه المباراة، وان دي مباراة بتحصل في كرة القدم، مباراة للنسيان نساها المنتخب السوداني، وعاد الى باريقه امبارح بالامس امام
منتخب قوي زي انجولا وخد النقطه اللي هو عايزها وتاهل للكان. وزي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله تكون دي العاده للمنتخب السوداني، لان المنتخب السوداني ما ينفعش يكون خارج كاس افريقيا في اي نسخه من النسخ. المنتخب السوداني له تاريخ حتى في تاسيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، ومنتخب من المنتخبات يعني من 1957 كان السودان. فعيب ان هو ما يكونش موجود في اي نسخه، خاصه ان العناصر موجوده، ناس متصدره تصفيات كاس العالم في مجموعه كبيره فيها منتخب زي منتخب السنغال، ومتصدره تصفيات كاس افريقيا في اقوى مجموعه في التصفيات كان منتخب غانا، واقصى منتخب غانا من 20 سنه منتخب غانا. اول مره يغيب منتخب غانا عن هذه النسخه بسبب ان المنتخب السوداني اقصاه من هذه التصفيات. فالف مبروك للمنتخب السوداني. هختم بتصريحات الكابتن قيس اليعقوبي. وزي ما بقول عندنا في مصر، يمكن انا كنت بتكلم على منتخب تونس امبارح، وبقالي انا دخلت في سنه بتكلم على الكره التونسيه، وقلت المشكله في حاجه واحده بس: سيبك من الجمهور التونسي، لان الجمهور التونسي جمهور محترم جدا. الناس في تونس ناس مثقفه، ناس واعيه، تعرف تحكي معاها، تعرف تتكلم معاها، مش زي اي ناس اللي خباك الجمهور في تونس. الراجل التونسي عامه لما تيجي تتكلم عن راجل يعني بعيد عن الكره خالص، الشخص التونسي ده لازم عشان تيجي تقارنه باي حد كده لازم تعمل حدود، لان الشخص التونسي حتى على مستوى التعليم في افريقيا واخد مرتبه. فالشخص التونسي تعرف تحكي معاه وما بيدخلش عليه اي حاجه. وعلى فكره تصريحات الكابتن قيس اليعقوبي ما دخلتش حتى على الجمهور التونسي، وكان في انتقاد كبير للتصريحات اللي هو قالها النهارده. وللاسف جاب فيها المغرب والجزائر، يعني جاب فيها منتخبين من اقوى المنتخبات على مستوى التاريخ في القاره الافريقيه او في منتخبات شمال افريقيا، مغرب وجزائر. وبيتكلم في حاجه صعبه جدا. يعني انت بتتكلم يا كابتن قيس في حاجه صعبه جدا. انت بتفكرني بالاعلام المصري لما بيكون معزاوي، لما بيشغل شغل المعيز. يعني دلوقتي حاليا في الوقت الحالي، من فتره احنا عارفين دلوقتي ان اكتر فريق عنده تكوين في الفئات السنيه او اكتر منتخب هو المغرب. وعلى فكره ده شغل سنين، يعني يمكن المغرب ما كانش واخد باله من الحته دي. الناس بتشتغل بقالها فتره على فكره على مستوى كل حاجه، على مستوى كل حاجه في المغرب في الكوره الناس بتشتغل بقالها فتره. فالناس بعد فتره ما اشتغلوا لقوا الناتج، لقوا النتاج اللي بيشتغلوا عليه. لا حد جاب سيره تونس، ولا حد جاب سيره الجزائر، ولا حد جاب سيره مصر، ولا حد جاب سيره حاجه. الناس كان عندهم مشاكل، ومنتخب المغرب نفسه وجمهور الكره في المغرب بيقول لك منتخب المغرب يعمل اللي يعمله، اهم حاجه كاس افريقيا. يعني لحد دلوقتي بعد ما راحوا رابع عالم وخدوا كان هياخدوا بطوله الاولمبياد في باريس، يقول لك احنا لسه ما عملناش حاجه، ما ينفعش نكون رابع العالم واحنا مش ابطال افريقيا. يعني لسه هم عندهم نتائج يعملوها تانية عاوزين يحققوها رغم النجاحات اللي فيها الكره المغربيه في الفتره الاخيره. على فكره رجال ونساء، حتى الكره النسائيه هناك في المغرب تطورت. ولكن انت لما تيجي تنتقد النهارده بلد زي الجزائر وزي المغرب، وعلى فكره الواحد الحمد لله وبدون حقد وبدون غل الواحد شغوف بكره شمال افريقيا. يعني تلاقيني في كل بلد كده عندي فريق معين برتاح له، بحب اشوفه. الدربيات بحب اسوي الجماعه بتوع شمال افريقيا دول انا بحب اعتبرهم اخواتي. يعني انا ما عنديش ولا يعني اللي يفوز يفوز واللي يخسر يخسر. وحتى تيجي تلعب قدام مصر منتخب مصر هشجع منتخب بلدي وانت هتشجع منتخب بلدك، بس انا ما عنديش يعني مثلا حته ان انت اخسر منك واطلع مثلا اقعد اعايرك ولا انا اقلل من الفوز بتاعك، ولا عندي حاجه. انا بتكلم في صالح الخير للجميع. انا بقالي سنه بتكلم في الكره التونسيه، بقول لكم يا جماعه اصل تونس ما هيش وحشه. تونس من سنه بس ولا من سنتين في مونديال قطر تونس كانت موجوده. تونس فازت على فرنسا، تونس كانت اتعادلت مع الدنمارك، تونس هزمت اليابان في عزه في دوره كيرين اللي هي قبل كاس العالم. تونس كانت موجوده، يعني تونس ما هيش بعيده عن الساحه. ايه اللي اتغير من 2022 لحد دلوقتي؟ اللي اتغير ان حضرتك في ناس ما بتشتغلش في الاتحاد التونسي، وناس مصممه ان هي تقلل من سمعه تونس مش من سمعه الكره التونسيه. ناس مش عايزه تشتغل، وفي ناس اعلاميين في تونس اتكلموا في هذا الموضوع. حتى الجمهور عارف الكواليس دي، ان اختيارات المنتخب التونسي بتتم عن طريق ناس معينه مش عن طريق المدرب التونسي. يعني اختيارات المنتخب التونسي حتى للمنتخب بتتم عن طريق ناس معينه. وعلى فكره انا بفكر تاني، التونسي ما ينضحكش عليه في هذا الموضوع. تونسي شخص مثقف جدا، يعني ما ينضحكش عليه في هذا الموضوع.
الكابتن قيس اليعقوبي صحينا الصبح النهارده لقيناه بيتكلم في حاجه غريبه جدا، وانا بعتبرها عيب، خاصه ان الكابتن قيس اليعقوبي من الناس المحترمه جدا وبحترمها جدا. وعلى فكره كان شغال قبل كده في بين سبورت، وراجل لما كان بيطلع على الشاشه يعني كان حاجه محترمه جدا، وهو شخص محترم. انا ما اعرفش التصريحات دي جه كحاله عماها زي ما بيقولوا عندنا في مصر، ان انا عندي مشكله في تونس دلوقتي في الكره التونسيه بقى لها فتره. بدل ما اصلح كورتي، بدل ما اتكلم على الكره التونسيه، لا انا سبت المشاكل اللي عندي والاتحاد التونسي واختيارات المنتخب التونسي واللعيبه والدوري التونسي اللي هو ما فيهوش اصلا غير الترجي اللي هو بينافس كل سنه، ومع ذلك بيقعدوا يشتموا فيه هناك، وهو اصلا بتلاقيه هو اللي بيشرف الكره الافريقيه. ولكن عارفين الحقد والغل من اي شخص ناجح في الحياه، اي شخص ناجح، اي نادي ناجح، اي منتخب ناجح، رشوه خصوه مش عارف ايه كل الكلام ده احنا عارفينه بالنسبه لنا احنا كعرب. اي شخص ناجح اروح اشتمه عشان اداري الفشل بتاعي. انا عندي مشاكل في الكره التونسيه بقالها سنتين ما اتصلحتش، اصلح؟ لا، اجي اتكلم عن المغرب والجزائر. طيب ايه اللي قالوا على المغرب والجزائر؟ قال لك اللعيبه اللي بتيجي تمثل المغرب والجزائر بياخدوا فلوس. ده غلط وده عيب. اولا انا بتابع الكره الجزائريه والكره المغربيه والكره التونسيه كمصري، المنتخبات دي متفوقه جدا علينا حتى في المواجهات المباشره، يعني يمكن ما اعرفش احنا تونس لسه متقدمه علينا حوالي فرق مباراتين، ما اعرفش تعادلنا مع المنتخب الجزائري ولا لسه، يمكن برضه فايز علينا فرق مباراتين. المغرب حدث ولا حرج، قعد 30 سنه يغلبنا ومفيش اي مشكله. يمكن احنا تفوقنا بس في كاس افريقيا الاخير ل 21 17 21، يعني الناس دي اصلا متفوقه علينا كرويا في المواجهات المباشره، شمال افريقيا بالكامل ما عدا ليبيا. مغرب تونس والجزائر متفوقين على مصر مواجهات مباشره. الناس دي بتروح كاس العالم كتير، الناس دي عملت مباريات تاريخيه في كاس العالم. مصر احنا عارفين افريقيا ملهاش في كاس العالم، لاعبين محليين بيصطدموا بالواقع الاليم، ان هم برضو داخل القاره يعرفوا ينافسوا الفرق الافريقيه، بيحاولوا، ولكن لما بيروح كاس العالم بيصطدم بقى بالمستوى العالي، لانه لاعب داخل القاره من الاهلي والزمالك، فبيصطدم بالمستويات العاليه دي فما بيعملش حاجه. هي كده كده اصلا مصر ما بتروحش كاس العالم، فانا مش هتكلم على مصر. ولكن انت منتخب تونس بتروح كاس العالم، انت منتخب عندك تاريخ، انت عندك منتخب، انت منتخب عامل مباريات تاريخيه. نعم انت ما عدتش الدور الثاني، ولكن ليك مباريات تاريخيه في كاس العالم، ويمكن انت اول فريق عربي تاهل للدور الثاني في كاس العالم ان ما كنتش مخطئ، يعني في السبعينات ولا مش عارف في تقريبا في السبعينات، ان ما كنتش مخطئ يعني في هذه المعلومه. ربما اكون مخطئ الناس تسامحني، ولكن تقريبا تونس اول فريق تاهل للدور الثاني في كاس العالم ان ما كنتش مخطئ. لما تيجي انت كمدرب تونس تسيب كل حاجه وتمسك وتقول اصل لعيبه المغرب والجزائر بتيجي تمثل منتخباتها وتاخد فلوس، حضرتك لاعبي المغرب والجزائر كلهم عندهم اصول مغربيه وجزائريه. انا بتابع المنتخبات دي كويس، وما اعتقدش اي جيل حتى شرف منتخب الجزائر او شرف منتخب المغرب في كاس العالم الناس كلها عندها اصول سواء من ناحيه الاب او من ناحيه الام. مفيش تجنيس في المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي. اي تجنيس او حتى لو لاعب خد الجنسيه بيبقى عنده اصول سواء من ناحيه الام، او مثلا لاعب جزائري بيبقى عنده من ناحيه الام او اب، حتى لو عايش حياته كلها بره. دول بيسموهم عند حضراتكم في شمال افريقيا بتسموا اولاد المهجر، اللي هم اصلا ممكن مثلا عايش بره بس مثلا ابويا مغربي، او من ناحيه الام مغربيه، يعني بيبقى عندهم اصول مغربيه واصول جزائريه. ما اعتقدش ان في لاعب يا كابتن قيس لعب حتى مع منتخب الجزائر والمغرب بنفس اللاعب البرازيلي اللي اتجلس مع تونس في 2004 وحصل على البطوله منتخب تونس. ده لاعب برازيلي 100% وكان عنده الجنسيه التونسيه. ما اعتقدش الكلام ده حصل في المغرب والجزائر. فانا بقى يعني انت جبت الكلام لنفسك وما قلتش معلومه صح وغلطت في الناس، وده عيب، لان انت تونس مغرب جزائر كده. فانت بدل ما نتكلم على مشاكل الكره التونسيه اللي احنا بنتكلم فيها بقالنا سنه، رحنا مسكنا في المغرب والجزائر وقلنا اصل بيجيبوا اللعيبه. حضرتك لعيبه المغرب والجزائر على فكره لاعبين وطنيين جدا، وبيجوا على فكره ما بياخدوش فلوس من المنتخب. الناس دي عايشه حياتها بره ومعاهم الفلوس، وبيجوا بيتبرعوا بالفلوس دي، ما بياخدوش حاجه اصلا من المنتخب بتاعهم. وشوف المنتخب المغربي في كاس العالم ايه اللي خده. لعيبه المنتخب المغربي كلها متبرعه بالفلوس للناس هناك اللي بتصدقوا على الناس، ما بياخدوش اصلا فلوس. لعيبه المنتخب المغربي ما بياخدوش فلوس من حد.
طب ما اعتقدش ان لعيبه المنتخب الجزائري بتستنى فلوس المنتخب الجزائري. الناس بتمثل وطنها عشان خاطر المنتخب الجزائري وعشان خاطر المنتخب المغربي وعشان خاطر بلدها. وما اعتقدش، انا مش فاكر ان انا شفت لاعب جزائري ولا مغربي ما عندوش اصول من الدولتين. يا يكون عنده اصل من ناحيه الام، سواء جزائري مثلا من ناحيه الام او جزائري من ناحيه الاب، وكذلك المغرب. فانت دخلت نفسك في متاهه وجيت تكحلها عمتها وسبت مشاكل الكره التونسيه وجيت لابس في المغرب والجزائر. ده كويس. انت طب احنا كنت تتكلم على مصر في حاجه، كنت تتكلم على ما انت ما لقيتش مصر طبعا، لان الجماعه بتوع مصر اخرهم داخل القاره، ما فيش حد بره. فانا تصريح غريب جدا. مشكلتنا يا جماعه، زي انت بتفكرني بالاعلام المصري لما بيبقى عايز يعمل معزه. العقل هنا انسان، بس انا عايز اعمله معزه. دلوقتي التطور اللي بيحصل في الكره المغربيه، الاعلام المصري دلوقتي بيفتخر بالكره المغربيه والفئات السنيه، لان في بطوله شمال افريقيا بتاعت 17 سنه و20 سنه والمنتخب المغربي متفوق. فالناس بتطلع عفوا، الناس بتطلع بتفتخر بالمنتخب المغربي. طيب مفيش مشكله، افتخر يا عم بالمنتخب المغربي وافتخر بالفئات السنيه وان المنتخبات المغربيه عندها تكوين وبيلعبوا بره في اوروبا والناس بتتاسس صح ومش عارف ايه. كل الكلام ده مباح، حتى انا بطلع اقوله هنا في القناه. وبس انا بقول بقى حاجه تانية، بقول اتعلموا بدل ما تتكلموا، اتعلموا. هو الاعلام المصري دلوقتي ما افتكرش ان المغرب بتكون بقى لها 10 سنين غير دلوقتي؟ طب ما انتوا ما افتكر. طب انتوا ليه انتوا ما بتحسوش ليه؟ ما بتحسوش ليه الناس اللي في مصر اللي هي تشتغل، بدل ما احنا نمسك في المغرب ونقول ده المغرب بيشتغل حلو والمغرب بيشتغل كويس والمغرب بيكون كويس. طب ما تشتغل انت كويس وتكون كويس وبلاش كلام عن المغرب. ليه انت افتكرت المغرب دلوقتي؟ ما المغرب بتشتغل بقالها 10 سنين، ال10 سنين دول حضرتك كنت اشتغلت، بدل ما انت عمال تقول المغرب بيشتغل والمغرب بيعمل. انا بزود كلمه هنا في القناه بقول طب ما تتعلموا بدل ما تتكلموا. الاعلام المصري دلوقتي بيفتخر بالمغرب والفئات السنيه ولاعيبه محترفين وما شاء الله. يا ابني طب ما انتوا كنتوا نايمين ليه السنين اللي فاتت؟ ما انتوا عارفين ان الكره المصريه في اسفل السافلين، الكره المصريه في الزفت تحت، لا في تكوين لا في انديه لا في نيله. ولولا الاهلي كانت مصر في اسفل السافلين في الكوره. ما فيش كوره، ما فيش كوره، ما فيش اهلي، ما فيش كوره. ده الاهلي بس عايش في منظومه بنت. بدل ما نتكلم عن الناس نشتغل احنا، نشوف نفسنا احنا، نشوف مشاكل الكره التونسيه بدل ما نمسك في المغرب والجزائر، نشوف مشاكل الكره التونسيه او عفوا المصريه بدل ما نقعد نقول المغرب بيعمل والمغرب بيخلي. طب ما احنا نشتغل احنا. كنا فين من 10 سنين؟ ما كنا نكون احنا بدل. طب دلوقتي ليه؟ طب ما المغرب بيشتغل ما بقى 10 سنين، انت ليه مسكت دلوقتي يعني ليه مسكت دلوقتي وقلت المغرب بيشتغل؟ طب ما كنت تحس الناس اللي شغاله عندك في منظومه الكره في مصر ان هي تشتغل من 10 سنين بدل ما انت جاي تاخد المغرب مثال دلوقتي. ما المغرب بقى له فتره بيشتغل والناس لقت الشغل بتاع، لقت النتاج دلوقتي. وعلى فكره لسه هم ما عملوش حاجه. اصبر، دي لسه البدايات. الناس لسه عندهم اهداف، لسه في اهداف لحد دلوقتي الاهداف ما اتحققتش. اوعى تفكر ان الاهداف اتحققت. كاس افريقيا خلاص كده انا حققت الهدف، رابع العالم وابقى بطل افريقيا. لسه الاهداف ما اتحققتش. لكن احنا بقى لنا 10 سنين الناس بتشتغل. ما انت في ال10 سنين دول كنت كلم الاعلام المصري، كان كلم الجماعه في مصر يشتغلوا بدل ما احنا عمالين ناخد خمسات وناخد ستات والفريق التاني الاخر ياخد 2 ما شاء الله 6 5 2 ونرجع ونتغلب 1 وبعدين نبدا من جديد ناخد 10 6 5 يعني ليه بعد الهزايم؟ طب ما تشتغلوا بقالكم فتره اشتغلوا. احنا مشكلتنا ان احنا بنسيب نفسنا وبنمسك في الناس زي الكابتن كويس كده، ساب كل المشاكل اللي في تونس بقى لها 2 سنين وجي ماسك في لعيبه المغرب والجزائر. مصر بقى لها 10 سنين 15 سنه دلوقتي مصر ما بتاخدش بطوله افريقيا، والعرب هاو نو. ده مصر رش يا ابني 15 سنه ما بناخدش بطوله وانت بتاخدش. ما تاخد، خد استغل الفرصه. ما احنا بقى لنا 15 سنه نايمين وانت عمال تنونو وتهوى. طب ما تاخد يا حبيبي، ما انت عمال تقول رشوه ومش عارف ايه ومصر ومش عارف اصل كانت بتاخد ايه، اصل عيسى حياته، اصل مش عارف كان متجوز امك، اصل مش عارف ايه. طب ما تاخد يا اخويا، مصر ما بتاخدش بقى 15 سنه. ما شفناش حد فيكم يا عم، ما شفناش حد فيكم.
ده احنا لو شلنا الاهلي والزمالك ومنتخب مصر ولغيناهم من الكوره هنلاقوا ابطال القاره غانا ونيجيريا والكاميرون. مفيش عرب، يعني مفيش عرب. كل واحد يتكلم على قده، يعني كل واحد يتكلم على قده، كل واحد يشتغل لصالح بلده، ونطلع نشيد بس ايه، ما نغلش. يعني نشتغل، كل واحد يشتغل لنفسه ويشتغل لصالح بلده ويخليه في حاله. انا هو ده اللي شايف الكلام اللي انا شايفه صح. لكن انا تبقى بلدي متعصى طين، ده مش في الكرة بس، في كل المجالات، واجي امسك انا ببلد تاني. يا عم صلح اللي عندك الاول، صلح اللي عندك الاول. بلاش نمسك في الناس، سيب الناس تشتغل، سيب كل واحد يشتغل وبطلوا غل. انا يا انجاز هنا المنتخب العربي اطلع افتخر بيه، اطلع. ولما بلدي تشتغل وتعمل اطلع افتخر ببلدي. لكن ما نغلش ونحقد. كل منتخب لينا او كل فريق لينا كان عنده فترة بريق ونزل. انت استغل، لو عايز تاخد بطولة استغل الفترة اللي هو نايم فيها عشان ما يطلعلكش تاني. اشتغل واشتغل، بدل ما احنا عمالين نتكلم. عارف احنا هاو نو بس ما بنمشي حاجة تانية، اخرنا نتكلم على بعضنا. لكن نشتغل لا. طب نشتغل ونسيب الناس في حالها؟ لا. طب ناس بتشتغل نسيبها في حالها؟ لا برضه. يعني لا انت عايز اللي بيشتغل سايبه في حاله، ولا انت عايز تشتغل. ولو حد شايفه قدامك عايز يشتغل او عنده نية من جوه ان هو يشتغل برضه، ما انت سايبه في حاله. ايه الوضع ده؟ الوضع ده اسمه شغل معيز، شغل حقد، شغل غل. طب ما نشتغل كلنا ونبقى كلنا مبسوطين مع بعض. ما نشتغل كلنا ونفوز كلنا، وانت تفوز مره وانا افوز مره، وانت تخسر مره وانا اخسر مره، ونبقى حبايب ونشتغل ونفتخر ببعض. ويطلع التونسي يبارك للمغربي، والمغربي يبارك للتونسي، والجزائري يبارك للمغربي، والمغربي يبارك للجزائري، وانا اطلع كمصر ابارك للكل. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ ما فيهاش مشكله. بس انت من جوه هنا مش صافي، من جوه هنا تضحك مره وتزعل مره، وتوريني وشك الحلو مره ووشك اللي مش كويس مره لما اطلع انتقدك. ده شغل معيز حضرتك. انا ما بطلبش منك هنا كلمه اشتراك دي من عندي. اسمع ولا عنك ما سمعت، اسمع ولا عنك ما سمعت. انا اصلا مفيش حد كسر عيني في الوش على طول. في حد يكسر عيني مهما كان هو مين؟ مفيش حد كسر عيني. انا اللي بقول اللي هنا على لساني بطلع اقوله. ليه؟ لان انا واخدت على كده، ما بخبيش اللي على لساني بطلع اقول لك في وشك. لكن انت من جواك انت تطلع تورينا الوش اللي كده وانت وشك خبيث متداري وراك. بلاش غل وبلاش حقد. سيب اللي عمل انجاز بارك له، واللي ما عملش انجاز شجعه، واللي عايز يشتغل ويعمل انجاز برضه شجعه، وخليك في حالك واشتغل لصالح بلدك. مالك زعلان ليه؟ دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما اختم برضه هارد لك لمنتخب موريتانيا، وبنعتذر للإخوة الموريتانيين. السلام عليكم.